على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهادي من توجه إليه وهداه، من توكل عليه بحق كفاه، ومن كان في قلبه الله فوليه في الدارين الله، ومن كان خصمه في الدنيا الله فخصمه في الدارين الله. لا إله في الوجود سواه، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، البدر والشمس من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش كبره والحوت ناداه، والنمل تحت صخور الصم قدسه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك واتسمت وتزينت بمسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحماك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، مجداه إلى مثواك. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، اسمحوا لنا من هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة من سنة 1445 من الهجرة، بهذا اليوم العظيم. عنوان هذه الخطبة الوشاح الأحمر. وما أدراك ما الوشاح؟ الوشاح قطعة من الحرير، وأحيانا يكون عليه بعض من قطع من الذهب، تضعها المرأة على وسطها تزينا وتجملا. فيوما من الأيام اسمحوا لي أن أنقلكم من ها هنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه امرأة سمراء، فيها امرأة سمراء اسمها أم محجن رضي الله عنها وأرضاها. وكان يوم من الأيام كانت عند عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تلقي شعر، فقالت لها عائشة رضي الله عنها:
لم تلقين هذا الشعر دائما؟ فقالت لها: إني كنت عبدة أمة مملوكة عند أناس من العرب، فما وجدت لي أحد، فقررت أن أخدمهم لوجه الله. فيوم من الأيام بعثوني مع ابنتهم لتغتسل، فأخذت تلك الفتاة تختبئ في مكان، وأخذت تغتسل، ووضعت ملابسها عند الخادم تحبسها. فلما أخذت تلك الفتاة تغتسل فأقبل طير وأخذ ذلك، فظن أنه لحم، فأقبل بكل سرعة عنده وأخذ ومضى به. فلما خرجت تلك الفتاة وإذا أغلى شيء ضمن الملابس الوشاح غير موجود، فقالت لها: أين الوشاح؟ فقالت: أخذه الطير وذهب به. فقالت: سبحان الله، ما وجدت كذبة يمكن أن تصدق مثل هذه الكذبة. فأخذت تقسم وتحلف أن الطير أخذه. فأخذت تلك الفتاة وتصيح إلى أهلها، فأقبل أهلها إليها، فقالوا لها: أين الوشاح؟ فقالت لهم: أخذه الطير وذهب به. أنت تعبثين، فقالوا لها: أنت تعبثين بعقولنا، كيف يأتي الطير ويأخذ ذلك الوشاح ويذهب به؟ وتقول: فلا يزال يضربونني ضربا شديدا وأنا أبكي وأقسم أن الطير أخذه. فأخذوا يخلعون ملابسها وهي تبكي وتقسم أن الطير أخذه. فأخذت تدعو الله تعالى، فشاء وقدر الله أن يأتي أن يقبل هذا الطير ويرمي ذلك الوشاح عليهم. فلما رأوه بأعينهم عرفوا أنهم ظلموها وتسارعوا في الحكم عليها. فقررت أن تتركهم، وإذا بها تسير، فعرفت أن هنالك نبي وأن هنالك إسلام. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وعجب لأمرها، فهي ليست كأبي هريرة، فهي ليست أتت تطلب العلم مثل أبي هريرة، وليست قائدة مع جيش مثل خالد، وليس أتت رئيسة من مثل جمع من الصحابة. فهي الشيء التي تستطيع فعله لهذا الإسلام أن تنظف ذلك المسجد، فإذا رأت أي شيء يحتاج إلى تنظيف نظفته. فيوم من الأيام فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أين تلك الفتاة الامرأة التي كانت تنظف ذلك المسجد؟ فقالوا: يا رسول الله، خشينا عليك الحر، خشينا عليك أن نغثك من شدة الحر. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، فأخذ يكبر ويصلي عليها. ثم بعدما أكمل صلاته قال: إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله ينور بصلاتي عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور